جبت لكم مشروع الورد بكل تفاصيله، تقدروا تبداوا فيه فورا من البيت، مش محتاج ادوات كتير ولا راس مال كبير. اول حاجه احنا هنستخدم الستان ال4 سم ده، ونبدا نلفه على كارت او كرتونه طولها 9 سم. هنحتاج 18 واحده لكل ورده، بنقصهم بالشكل ده من على الكارت، بيسهل علينا جدا المقاسات. قصوا بقى كل الورد اللي انتم محتاجينه مره واحده عشان تمشوا مع كل الورد في نفس المرحله، ده بيسرع ويسهل الشغل اكتر. وكمان في الخطوه دي استخدموا فيها الشمعه بدل الولاعه، اسهل بكتير. ونمشي اطراف الستان من ناحيتين كده على النار. بعد كده محتاجين مسدس الشمع، نحط نقطه صغيره على الطرفين دول ونتنيهم بالشكل ده، ونحط شمع تاني على نفس الطرفين ونتني الزوايا دي عليهم. الخطوه اللي بعد كده مش اساسيه، بس انا بحس انها بتفرق مع شكل الورده. بنحط نقطه من الشمع هنا بسيطه قوي ونتني الورقه على بعض، او ممكن برضو في المرحله دي تستخدموا الشمعه، نتني الورقه بالنص كده ونمشيها على الشمعه ونضغط عليها، هتديكم نفس التاثير بالظبط. عملتهم كلهم بنفس الطريقه وبدات الزقهم في بعض. وعشان نكمل الورده بقى محتاجين عصيان شيش طاووق. نحاول نفتح اول ورقه كده ونحط شمع من جوه، بعدين نثبت العصايه ونستنى لما الشمع يبرد تماما، بعدين نبدا نلف. في تريكه هنا صغيره قوي خلي بالكم منها، اول 5 ورقات بنلف الورده على الضيق قوي عشان ده قلب الورده ومش المفروض يبقى فيه فراغات. بعد اول 5 دول ممكن نلف على اوسع شويه صغيرين، بس يعني مش اوسع قوي عشان الورده تبقى مليانه كده وما يبقاش جواها فاضي. وحقيقي دي احلى طريقه تعملوا بيها الورد، خلاصه كل التجارب اللي ممكن تكونوا شفتوها. وبعد ما خلصنا الورده بصوا شكلها طلع قمر ازاي، ولا غلطه. عملت طبعا العدد اللي انا محتاجاه او اللي قدرت اعمله. استغليت بقى الفلين اللي بيبقى ملفوف عليه الستان، واحده ما كانتش كفايه ممكن نحط 2 فوق بعض، فما كانش عندي تاني فعملت التانيه دي بنفسي، ولزقتهم في بعض السولوتيب. وبدات ارتب الورد كده، بدات باللي في النص وبعدين رصيت حواليها. ظبطوا بقى شكلهم حسب ما انتوا شايفين كده عشان ما يبقاش في حاجه عاليه وحاجه واطيه. لو حاسين ان هما مش ثابتين قوي لمهم مع بعض كده بلزق زي ما انا عملت، ومن تحت كده لو في اي زيادات شيلوها كده. دي خلصت بقى، ناقص الورق بتاع البوكيه. بنشتري افرخ بالشكل ده كده، هنتنيه بالنص ونفصله عن بعض، نرجع نتنيه بالنص مره كمان ونفصله عن بعض بالقطر. يعني قسمنا الفرخ ل4 ارباع. هناخد بقى كل ربع ونعمل فيه الخطوات اللي انتوا هتشوفوها دي. هنتني التانيتين دول كده سهلين قوي، وبعدين نثبتهم باللزق الشفاف. وطبعا في اشكال تانية كتير قوي للبوكيهات، بس ده اسهلهم واشيكهم بصراحه. فلو هتبداوا ابداوا بحاجه خفيفه كده وبعدين نتعلموا الباقي. نحط البوكيه بقى كده على وشه ونبدا نثبت الورق باللزق الشفاف. اللزق الشفاف ده مش تستغنوا عنه خالص في البوكيهات. طبعا هنستخدم البكره الرفيعه قوي مش التخينه، محتاجين نثبت بس مش محتاجين لزق كتير يبان مننا ويبقى الفينش شكله وحش. بعد ما هنرص الجزء اللي فوق كله كده جنب بعض، لازم نثبت اطرافهم في بعض بدبل فيس. يعني الجزء ده كده هنثبته هنا ونعمل نفس الخطوات مع كل الاطراف. باقي عندنا تغليف الجزء اللي تحت، واسهل كمان من اللي فوق. محتاجين ربع واحد من ال4 ارباع اللي احنا كنا قصيناهم الاول، وهنبدا نتنيه على بعض ونفصله عن بعض، ونتنيه مره كمان ونفصله، بحيث نقسم الربع ده ل4 ارباع. هناخد كل ربع ونلم الزاويتين دول على بعض ونلزقهم بلزق شفاف من النص، والزاويه اللي تحت دي هتني جزء صغير منها والزقها، فهيطلع معاكم الشكل ده. نجيب بقى البوكيه واللزق بتاعنا ونبدا نثبت الورق من تحت. اللزق كله هيبقى متجمع في الجزء اللي في النص ده، وده هندريه باننا نلف عليه شريط ستان. وبعد كده هنلزق فيونكه، وبس كده خلصنا البوكيه. شكله خرافي. خلي بالكم دي اول مره اعمل بوكيه كامل كده، فالنتيجه حلوه قوي يعني، وانا مبسوطه بيه جدا. هو بياخد وقت شويه او شويتين يعني، بس سهل. وفي ناس بترش الورد سبراي او بتحط غيره وتحط عليه جليتر برضو، بيبقى حلو قوي. انتوا وذوقكم.